المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماع كنا بدأنا فيه جولتنا الإخبارية في أولى متابعتنا النهاردة للأحداث في مصر. الاجتماع ده انتهى منذ قليل. أهم ما جاء على لسان الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي في هذا الاجتماع من قرارات هي: الشرطة لا تحتاج لإذن من النيابة للتدخل في الجامعة، لكنها تتدخل بناء على طلب رئيس الجامعة. قال أيضا وزير التعليم العالي: من حق الشرطة التدخل دون طلب رئيس الجامعة بعد استئذان النيابة في حال وجود ما يستدعي ذلك. وقال كذلك في تصريحاته اليوم: مجلس الوزراء قرر دعم الجامعات ببوابات إلكترونية وتفتيش الأساتذة لأن بعضهم أدخل أسلحة إلى الجامعات. وزير التعليم العالي في اجتماعه اليوم: الجامعات ليست مستقلة عن الدولة ولا عن قوانين الدولة، وأرفض عودة الحرس الجامعي لأنه استخدم بشكل سيء للغاية أيام مبارك. ده آخر ما ورد لنا من أنباء عاجلة خاصة بقرارات الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي في اجتماعه اليوم في المجلس الأعلى للجامعات. هذا الاجتماع تحدثنا فيه مع حضراتكم في جولتنا الإخبارية في بداية متابعة الأحداث النهاردة في مصر. الاجتماع انتهى منذ قليل، وده أهم ما جاء من قرارات في هذا الاجتماع.